انا بعشق الحلقات اللي من غير تحضير، اللي الفكره تيجي في دماغي او ما اصور لها، حتى لو انا بقالي كتير ما بصورش. فهي دي حلقه من قلب الواقع اللي انا فيه، من قلب التشتت. الحلقه النهارده عن التشتت، حلقه جديده من دفتر العراف. هنتكلم فيها عن مشكله كبيره جدا بتواجه الكل، وهي التشتت. اغلبنا عنده مشاكل كتيره، او ان هو عنده اهداف كتيره بتحيره في حياته، فبتخليه مشتت، فبتخليه ما بينجزش حاجه. هو حتى لو عمل حاجه بتحس ان الحاجه دي صغيره. وهي دي حلقة النهاردة من دفتر العراف، التشتت. أول حاجة حبيت أبدأ بيها، حبيت أقول لك إن أنت اتضحك عليك وأنا اتضحك عليا وكلنا اتضحك علينا مننا برضو. يعني هي الفكرة كلها إن إحنا نضحك علينا إزاي؟ إن إحنا الناس كلها قالت لنا إن الأحلام بسيطة، إن أنت قوم ونام واسعى واشتغل هتلاقي الدنيا بتتحل. إن الأفلام والمسلسلات اللي إحنا بنتفرج عليها بتقول لنا إن إزاي الشخص اللي هو الفقير اللي هو ما عندوش أي حاجة بقى تاني يوم بقى مليونير، وإن الموضوع بكل بساطة وبكل سهولة. وبننسى إن الحياة أعقد من كده بكتير، وإن الحياة مليانة اختيارات كتيرة في حياتنا، وإحنا ساعات ما بنختارش الصح، وساعات بنبقى عايزين نختار كذا اختيار، وإن الكذا اختيار دولت هم أساس مشاكل حياتنا، إن إحنا مش عارفين نوصل لفين. ومن هنا لازم نخلي بالنا ونعرف إحنا مشتتين ليه، أو إيه سبب التشتت، أو إيه هي المشتتات اللي حوالينا، ومنها نعرف الهدف. وهي دي فقرات حلقتنا النهاردة. فأول حاجة حبيت نتكلم عنها، وهي احنا قدامنا حاجات كتيرة واحنا اختياراتنا كتيرة، واحنا اتضحك علينا وقال لنا انت لازم تبقى مالتي تاسك، ان انت تعمل كذا حاجة في نفس الوقت، ان انت تعمل حاجات كتيرة في نفس الوقت. ودي من اكتر الحاجات اللي بيضحكوا عليها بيها علينا. وان انت ازاي تبقى عبد في 2025 ان انت تبقى مالتي تاسك، ان انت تعمل حاجات كتيرة في نفس الوقت. لان انت بأمانة لما انت بتعمل حاجات كتيرة فانت مش مميز في حاجة. وهي دي الحياة ان انت ازاي تبقى مميز في حاجة واحدة، تعملها بأحسن شكل فتعرف تبيعها بأعلى سعر. لكن انت لو بتعمل حاجات كتير فانت مش مميز في حاجة واحدة، فانت مش هتعرف تعمل اللي انت عايزه، او مش هتعرف تبني اسمك فيها. حتى لما تيجي تبص في المجالات اي شغلانة، نادرا ما تلاقي مجال ماسك كل الشغلانات، او ان هو حاجه زي كده. لا، ده هو سبيسيفيك في حاجه معينه في المجال ده. حتى في المصانع، في الشغل، في الشركات، هتلاقي في مانجر لديبارتمنت معين ماسك المجال ده، مش عارف ايه، وهكذا. وكل مكان ليه المدير بتاعه والهيد بتاعته. فمعنى ان انت بتمالتي تاسك، او ان انت عندك حاجات كتيره ممكن تعملها، دي ساعات ما بتبقاش ميزه على قد ما هي عيب، لان انت بتقول له قدامك انا مش مميز في حاجه معينه، انا بعمل كل حاجه. فهي دي حاجة تخلي بالك منها، إن تعدد المهارات أو إن أنت تعمل كذا حاجة ساعات بتكون هي العيب ذات نفسه مش الميزة. دي من أول نقطة اللي لازم نخلي بالنا منها. وتاني حاجة، التشتت بيحصل لأن أنت تبقى أنت تايه عن الهدف بتاعك ومش عارف تعمل إيه، أو إن أنت مش مقتنع بيه أو مش راضي بيه 100%. حتى لو أنت مقتنع إن الهدف ده هيجيب لك مليون جنيه أو فلوس كتيرة جدا، أو هيجيب لك دهب يا سيدي، بس أنت برضو مش مصدق فيه، أو أنت مش مقتنع فيه. فأنت تيجي حاجة كده تقوم جاي مشتتاك، تقوم جاي مش عارف تمسك التليفون تلاقيك تهت فيه، مش عارف يجي حد يناديلك يكلمك تلاقيك نسيت انت كنت عايز تعمل ايه اصلا. فمن هنا انت بتتشتت في الواقع وفي الحياة عن الهدف اللي انت عايز تحققه. وده معناه ان الهدف بتاعك مش كافي او مش مناسب ليك اصلا، لان انت مش ده اللي انت عايزه بجد، او ان انت مش مقتنع بيه في 100%. لان عشان كده انت مش بتعمل بيه، او ان انت مش بتشتغل او بتفوكس 100% في الهدف. وبمناسبة التركيز او عدم التشتت، في حاجة سمعتها هي ليها علاقة بالدين اكتر، وهي ان احنا يوم القيامة كلنا هنبقى مش لابسين اي حاجة. فكانت السيدة عائشة بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل الموضوع ده عادي، يعني الناس مش هتبقى مكشوفين، أو الناس مش هيبقوا محروجين من بعض؟ فقال لها لا، كل واحد بسبب ان هو تركيزه في حاجه معينه هو مش هتفرق معاه اساسا اللي حواليه عاملين ازاي. فانت تخيل كده ان انا هجيبك واحطك وسط سيدات او الستات كلها مش لابسه هدوم. فانت متخيل دي اكبر مشتتات في العالم كلها. انا هجيبك احطك وسطهم ومش هتبقى متشتت، مش هتبقى مركز معاهم اصلا. فانت فوكسد ان انت تعمل حاجه معينه. وهي دي حقيقة الحياة. انت لو مهتم بحاجة معينة، البني آدم لو مهتم او عايز يركز في حاجة معينة، مهما كان ايه اللي حواليه هيعمله وهيوصل لها، مش هيتشتت، لان هو عارف انا هعمل ايه. وبرضه دي الفكرة اللي انا بنتكلم فيها، ان انت جرب كده تبقى مثلا عندك شغل او عندك ميتنج او عندك اي حاجة ومتأخر. انت في دقيقتين بتلبس، في دقيقتين بتنزل من بيتك، ممكن يحصل حواليك حواديت كتيرة وحاجات كتيرة جدا، ممكن يحصل حواليك حوادث كبيرة، وانت برضه انت عايز توصل للحتة اللي انت عايزها لان انت نازل متأخر او ما عملتش اللي عليك. فاهم؟ هي دي الفكرة، ان انت
لو أنت عندك هدف واضح عارف أنت هتعمل إيه وهتروح له إزاي، هنا أنت كنسلت التشتت، لأن أنت خلاص أنا هاتحرك خطواتي ثابتة أهي، أنا خطواتي المسار قدامي أهو، هامشي 1 2 3 أنا وصلت الهدف، أنا وصلت. حتى بقى في هنا حاجة، في هنا حاجة، في هنا حاجة، أنت مش هتتشتت لأن أنت خلاص أنت عارف خطواتك بنيتها. وهنا دي الفكرة اللي إحنا بننساها دايما، ان احنا بنقول انا هشتغل مثلا بروجرامر اللي هو هكتب كود. فانت ايه اللي انت المفروض تتعلمه؟ تتعلم لغات برمجة، وبعد كده بتبقى احسن فيها، بروفيشنال فيها، وبعد كده انت خلاص بقى انت تشتغل فيها. فانت مثلا بتبقى عايز تشتغل بروجرامر دلوقتي، عايز ابقى هاكر، فاهم اللي هو؟ طب وبعدين، ما انت عشان تبقى هاكر لازم تتعلم حاجات كتير. فانت بتقول انا عايز الهدف، وبتنسى الخطوات اللي قبلها كلها، مع ان الخطوات اللي قبله دي كلها هي اللي هتساعدك انك توصل للهدف. فهنا بقى بيحصل تشتت، يعني ما انت عارف ان الهاكرز بياخدوا فلوس كتيره او البروجرامر بياخدوا فلوس كتيره جدا، بس انت بتنسى بقى ان انت لازم تتعلم لغات برمجه. وما تنساش ان في ناس كتيره قوي متعلمه لغات برمجه، فانت لازم تبقى مميز عنهم وتشوف حاجه جديده. هي دي الفكره. اعرف دايما ان انت لو في مكان ففي ناس زيك في المكان ده، ناس جات لها الفكره اللي انت بتفكر فيها دلوقتي. فانت ازاي بقى تبقى مميز عن الناس دي؟ ازاي تبقى شاطر؟ ازاي تبقى مجتهد في الحاجه دي؟ فانت لازم تحط قدامك الهدف وتبعد عنك المشتتات. حتى لو ما عرفتش تبعد عنك كل المشتتات، حاول على الاقل توصل لليفل من تركيز ان انت عارف هدفك فين، فانت هتحققه وهتوصل له، وهتمشي خطوات ثابته في حياتك توصلك للهدف ده. من هنا هي دي فكره الحلقه، وده اساس الحلقه وجوهر الحلقه، ان انت على قد ما تقدر، انت كده كده عمرك ما هتعرف تلغي المشتتات. المشتتات دي ممكن تكون انت شخصيا، ممكن تكون ناس حواليك، ممكن يكون التليفون اللي في ايدك اللي انت ممكن بتتفرج عليا منه دلوقتي، وسايب حاجتك وحالك كلها وقاعد بتتفرج عليا. قوم اشتغل، قوم اعمل اللي وراك، قوم اعمل اي حاجه في حياتك تحس ان انت عملت انجاز. وراعي ان الانجاز ممكن يكون حاجات بسيطه بتساعدك للي انت عايز توصل له. بمعنى، انت دلوقتي مثلا صانع محتوى، فانت شغلانتك ان انت تتفرج على المحتوى، فهنا دي في صميم شغلانتك. انت مثلا بروجرامر او ان انت ريسيرش وبتعمل ابحاث، فانت الهدف بتاعك ان انت تفضل تمسك التليفون او تمسك لاب وتفضل تعمل ريسيرش وتشوف الناس عايزه ايه وتشوف الحاجه اللي انت عايز تعمل ريسيرش عنها. فهي دي الفكرة، انت تشوف الوظيفة اللي تشغلك ايه او الحاجة اللي انت عايزها فعلا وما تعطلش نفسك. لان للأسف في ناس كتير بتعطل نفسها في حاجات كتيرة، ممكن تكون وظائف، ممكن تكون شغلانات كتيرة ما بتوصلش لحاجة مميزة انت تبقى فيها. عشان كده تحس ان انت مشتت، تحس ان انت ما وصلتش، تحس ان انت ضايع، عشان انت ما لقيتش نفسك، ما لقيتش الهدف اللي انت عايزه. وحطيت قدامك 5 4 اهداف، انا همشي في هنا خطوتين، وهمشي في هنا 3، وهمشي في هنا 4، وهمشي في هنا 2. طب ما انت كده مشيت في 4 5 خطوات، انت حلو جدا، عارف في المجال ده شوية، عارف في المجال ده شوية، عارف ده شوية، بس انت مش مميز. في غيرك في الخطوة ال50 هناك، هو ما يعرفش كل اللي هناك دول، بس هو لا، هو اشطر واحد في المكان ده، واشطر ومميز في المكان ده. فانت لازم تخلي بالك، تعدد الاهداف مش حاجه وحشه ومش حاجه حلوه. مش حاجه وحشه، انت كويس يبقى عندك معلومه هنا ومعلومه هنا ومعلومه هنا، بس مش حاجه حلوه ان انت بقيتش مميز، انت بقيت شخص فاهم عارف البيزكس بتاعت اغلب الناس، او غير في حاجات معينه بسيطه. فهي دي الفكره. خلي بالك ان التعدد ممكن يكون هو اللي ماسك فيك ومخليك واقف كده في الارض، ان انت مش عارف عايز ايه. فمن هنا نصيحتي ليك ان انت ابعد كل المشتتات على قد ما تقدر. حاول تركز على الهدف، اكتب الهدف. يعني كانت في ناس بتقولك في الثانويه العامه اكتب ورقه ان انت عايز تبقى في كليه كذا والزقها على الحيطه. طب هل ده سحر مثلا؟ هل ده مش عارف ايه؟ لا، بس الفكره ان انت كل ما يبقى عندك مشتتات في اوضتك، انت هتبص على الورقه، ايوه انا عايز الكليه دي، فانا هقوم غصب عني عشان الكليه دي قدام عيني بتقول لي كده. زي فكره ان في حد واقف عليك كده بيقول لك اعمل كذا، فانت حتى لو انت مش عايز تعمل فانت هتفضل قاعد، فانت هتشوفها تاني هتقول لك اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، هتلاقيك انت قمت بتعمل كذا. ودي فكره ان احنا ليه دايما لما بنتزنق بنذاكر، لما بنتزنق بننجح، لما بنتزنق بنطلع افكار جديده، لان الانسان بطبعه بيميل للراحه. دي طبيعه البني ادم، عايز يميل للخلود للراحه، لان هو يبقى عايش مرتاح، ما بيعملش حاجه، ما بيعملش مجهود. وللاسف مفيش بني ادم ناجح في الكومفورت زون اللي هو في منطقة الراحة. لا، عمرك ما هتلاقي بني آدم ناجح في منطقة الراحة، حتى لو معاه ملايين الفلوس هيضيعها. ان هو كده كده في منطقة الراحة، هو عمال يصرف، عمال يريح نفسه، ما بيدخلش حاجة، ما بيكسبش. فمهما كان الحجم الفلوس او الرفاهية اللي معاك هتخلص طول ما انت في منطقة الراحة. لازم تكسرها، تقوم تكسر منطقة الراحة دي، تشتغل تكسر كل ده. وكل ده هيكون متعب، يعني محدش قال ان انت تكسر التشتت ده حاجة مريحة، لانك تكسر التشتت ده دي حاجة صعبة وحاجة رخمة وحاجة مؤذية ليك انت شخصيا.
بس انت عمرك ما هتوصل غير كده. عمرك ما هتوصل غير لما تخرج بره منطقة راحتك كده، الدايرة دي لازم تخرج منها كده عشان تعرف توصل للحاجة اللي انت عايزها. غير كده بقى انت لو قعدت تنادي من هنا للصبح، تحط احلام من هنا للصبح، خطط من هنا لبعد، فاهم، لاي وقت، خطط مش هتتحقق لوحدها. ما في ياما عاملين خطط وفي ياما عاملين حاجات كتير. اكبر مثال افلام الخيال العلمي. افلام الخيال العلمي دي اكبر تخيلات للمستقبل او للحاجه اللي احنا عايزين نعملها. يعني تخيل مثلا رحت من واحد من 30 سنه وقلت له انا ماسك تليفون وبتفرج على الناس او بكلم مثلا قريبي في بلد تانية، هيقول لك انت كذاب، انت ساحر، فاهم. طب ما احنا شفنا الكلام ده في افلام بقى اللي هي الخيال العلمي، اللي مش عارف مين كان بيتكلم مين، يقول لك اه ده كله خيال علمي. طب ما احنا دلوقتي عايشين في الخيال العلمي. ومن الخيال العلمي الحاجات اللي هي الهولوجرام اللي هي بتشوفها قدامك ثلاثيه الابعاد. بعد كده هيبقى ده الطبيعي، هيبقى فاهم ان احنا بنلبس نظاره بتشرح لنا الحاجه. بعد كده هيبقى فيه هولوجرام ماشي قدامنا بيشرح لنا الدنيا ماشيه ازاي. فالخيال ما هو الا واقع قدام. دي لازم تبقى فاهم. فيمكن اكون طولت في حلقه النهارده، بس حلقه النهارده انا بعاني منها، انت بتعاني منها، نص البشر او البشر كلهم بيعانوا منها، لان احنا بطبيعتنا بنميل للراحه وان احنا بنتشتت بشكل كبير. فاكسر التشتت، اتفرج على الحلقه، هتلاقي حلقه مفيده ان شاء الله. واتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. كان معاكم فارس الطراز.